نشرة لأهم الأخبار أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. اتهم الائتلاف الوطني السوري المعارض النظام السوري بارتكابه خروقات خلال الساعات الأولى من الهدنة، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتصرف تجاه انتهاك الاتفاق، حيث أشار أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف أنس العبدة أن فصائل المعارضة المسلحة ملتزمة بالهدنة. ويذكر أن الخطة الأمريكية الروسية بأن يتوقف القتال حتى يستثنى وصول المساعدات للمدنيين وبدء المحادثات لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه إذا نجحت الهدنة في سوريا واستطعنا إدخال مساعدات إنسانية لجميع المناطق سنستطيع المساهمة في إنقاذ الشعب السوري، وإذا لم نستطع الاستمرار في الهدنة فهناك خيارات أخرى، كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأكد الجبير أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب بإقامة ممر يصل بين المناطق التي يسيطر عليها الكرد شمال سوريا. وأضاف أردوغان: سنفعل ما يمليه الواجب علينا في هذا الخصوص، فوجود مثل هذا الممر للتنظيمات الإرهابية يمثل مشكلة وخطر بالنسبة لنا. تمكن مقاتلو وحدات حماية الشعب استعادة السيطرة على جميع النقاط في مدينة تل أبيض جريسبي ومناطق أخرى التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف الرقة على الحدود السورية التركية، وذلك بعد هجوم شنه التنظيم على عدة مناطق في المحافظة، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى من كلا الطرفين، وذلك بالتزامن مع قصف لطيران التحالف الدولي على مواقع التنظيم. ولمدينة تل أبيض جريسبي أهمية اقتصادية بسبب وجود معبر رسمي يربط بين سوريا وتركيا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لا أحترم ولا أقبل حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بأن احتجاز 2 من الصحفيين في صحيفة معارضة بارزة انتهكت حقوقهما. وأضاف أردوغان أن عملهما لا يتم بصلة بحرية الصحافة، بل إنها قضية تجسس. يذكر أن اعتقال الصحفيين جاء بعد نشر الصحيفة لقطات فيديو قال إنها تظهر جهاز المخابرات التركي يساهم في إرسال السلاح إلى سوريا.